السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في فيديو جديد على قناة الأسرة والطفل. النهاردة بنقدم حاجة جديدة جدا وحاجة مثيرة جدا وحاجة هتقدم لأولادنا متعة التعليم بجد. النهاردة بنقدم كلمات بعض كلمات لمنهج تايم فور انجليش المقرر على أولادنا في جمهورية مصر العربية وفي خارج مصر في المسار التعليم المصري. بنقدمه بشكل رسوم متحركة علشان نضمن سهولة التعلم، عشان نضمن متعة التعلم. كمان الطريقة دي طريقة علمية جدا لأنها بتعتمد على تشغيل النص الأيمن والنص الأيسر من دماغنا، وبالتالي بيكون من السهل تعلم وتذكر وحفظ الكلمات بهذه الصورة. فإن شاء الله لو الطريقة دي عجبتكم، وهي طريقة حصرية بنقدمها معانا على قناة الأسرة والطفل، هننتظر التفاعل بتاعكم عشان نشوف اذا كان والله في اقبال على الطريقه دي. فلو شفنا تعليقات وشفنا ان بقى في سبسكرايب للقناه كتير وشفنا ان في لايك وشير للحلقه، ان شاء الله هنتابع انتاج بقيه الحلقات وانتاج كتاب التايم باذن الله لاولادنا في المرحله الابتدائيه بالطريقه دي، لان طبعا الانتاج ده بياخد مجهود كبير وبياخد وقت وجهد. فان شاء الله منتظرين تعليقاتكم ومنتظرين السبسكرايب ومنتشرين الشير واللايك. ندخل في الموضوع على طول. النهارده بنقدم كلمات من كلمات الوحده الاولى لسنه ثالثه ابتدائي، بنقدمها بشكل رسوم متحركه، فتابعوا معانا. هيكون ابننا هو بطل الحلقه، هو بطل الكرتون اللي احنا بنقدمه معانا. في يوم من الايام احمد راح الجنينه زي ما حضراتكم شايفين. الأحمد ابننا اللي في ثالثه ابتدائي راح الجنينه، وهو بيتمشى في الجنينه شاف طياره جيت، شاف طياره جيت. وهو برضو بيتمشى في الجنينه شاف عربيه جيب. وهو يبقى هو شاف ايه؟ شاف جيت وشاف جيب. تمام. اثناء ما هو برضو بيتمشى في الجنينه شاف الام دي كان معاها لفت نظره ان هي كان معاها جج من الميه، كان معاها جج فيه ميه. لفت نظره برضو ان هي كان معاها برطمان من الجام، كان معاها جام. وكان معاها ولد صغير لابس جاكيت، وكان معاها ولد تاني كبير كان بيجري ببطء بيعمل رياضه، كان بيجوج. وكان معاها ولد تالت كان ظريف كده وكان معاه عصير جوس. وكان معاها ولد رابع، الولد ده كان بينط الحبل، كان بيجمب. يبقى احنا كده عملنا كلمات حرف الجي بطريقه سهله وبسيطه في صوره قصه. انت يا ابني يا حبيبي كنت بطلها. انت اتمشيت في الجنينه، شفت طياره جيت وشفت عربيه جيب وشفت الام دي كان معاها جج وكان معاها جام وكان معاها 4 اولاد. الولد الاول كان لابس جاكيت، الولد التاني كان بيجري ببطء كان بيجوج، الولد التالت كان بيشرب عصير جوس، والولد الرابع كان بيجمب. طبعا هتلاحظوا معايا ان انا في بعض الكلمات ملوناها. ايوه دي برضو طريقه علميه تانية في حفظ الكلمات، وبنلاقيها موجودة في الألعاب اللي بمستوردة اللي بتعلم اللغة الإنجليزية. الطريقة دي هي طريقة المقاطع الصوتية. عندي كده أنا ملونة الجي إي والجي إي هنا بلون مختلف، لأن هنا بقول لك هنا خلي بالك هنا عندنا الجيت والجيب مشتركين في المقطع جي إي، فده هيسهل عليك حفظهم. كمان هتلاقي عندك أنا ملونة الجج وملونة الجوس وملونة الجنب، بقول لك خلي بالك ال3 كلمات دول فيهم مقطع مشترك اللي هو الجي يو. كمان بقول لك خلي بالك انا ملونه هنا الجام وملونه الجاكيت اول حرفين الجي اي بلون مختلف، لان بقول لك خلي بالك معانا هنا الجام والجاكيت بيبتدوا بمقطع واحد اللي هو الجي اي. طيب بعد ما عملنا ربط لكل الكلمات من بعضها، في كلمه ما عملناهاش ربط، الجوج دي ما عملناش اي حاجه وسايبينها كده اهوت ما فيش اي ربط. لا انا بقول لك اهو سهله جدا هربطها لك بمنتهى السهوله. تعالى كلمه جوج جي يو جي. طيب هنشيل اليو دي هنحط هتبقى جوج. خلاص في اسهل من كده. يبقى احنا كده ربطنا القصه بتاعتنا مع بعضيها. انت كنت بطل القصه وكنت بطل الحكايه. ربطنا كلمات الجي كلها بدل ما هي كانت بايخه وبنتلخبط فيها ومش عارفين نحفظها. لا يا عم هي بقت سهله عليك وبقت في منتهى السهوله.
منتظرين ان شاء الله تعليقاتكم، منتظرين سبسكرايب للقناه وشير للحلقه علشان نكمل انتاج ان شاء الله. ربنا يقدرنا مناهج التايم بهذه الطريقه السهله والبسيطه، واللي هتخلي اللغه الانجليزيه متعه بدل ما هي امر صعب على اولادنا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.